تاريخ مصر من 1923 شفت مجموعه مدربين على الكفاءه اللي انا شايفها قدامي دولت، كلهم نماذج فعلا قادرين للنهوض بالكره المصريه. الواحد فيهم دلوقتي يفصل فرق الكوره، مش هقول لك يفصل 3 4 لعيبه. تمام. يعني لو انا جبت فاروق جعفر في مواهبه وامكانياته، اخد مثلا حته مثلا الذكاء اوزعها على 5 6 لعيبه، اخد منه المهاره اللي هو يعني بيتغنى بيها. لا دي حقيقه، ودي ثقه في الله وثقه في نفسه ان هو فعلا لاعب مهاري. كابتن ونبي يا كابتن فتحي، يقول له كنت انا والخطيب من الملعب لغايه الداخليه كما 324 درجه بنطلع الكره بالنطاقه ما بتنزلش على الارض. يراهنوا معايا يقول لي هات الفلوس، هات عشان نجيب العشاء، هات لي. وهم طالعين مدرجات استاد القاهره. استاد القاهره اللي مدرج بنطلع من الملعب من نجيله تحت لغايه الداخليه. الداخليه دي فوق المقصوره، الكره ما تنزلش، انا والخطيب نحط الكره على رجلينا نطلع لغايه الاوضه لغايه الاوضه. لعبنا بقى طبعا فاروق بلقمه. اسالك سؤال خبيث. يجي موقع لك الكره ويجي جايبها برجله. كابتن فتحي انا هساله سؤال خبيث. طلعت تقول لي انت شفتها ونزلت تحت. هساله سؤال خبيث يا كابتن فتحي. جايبها فاخده، وبعدين يقعدوا تاني بالليل يلعبوا في الاسفلت قدام المقصوره اللي هي موجوده دي. 5 يلعبوا 4 4 و5 5. سؤال خبيث بقى وخبيث على الملأ. مين اللي كانت الكره بتقع منه الاول، انت ولا كان محمود الخطيب؟ ايوه كابتن فتحي. بصراحه انا ما شفتش مره الاثنين واحد فيهم وقع قبل الثاني، لدرجه انا ايه ده يعني بيوقعوها مع بعض في نفس الوقت يا كابتن؟ والله لغايه ما نشيلها بايدينا، والله ما بهزر. لغايه فوق، فكنت هقول لهم لغايه ما نشيلها بايدينا والله. لغايه ما نشيلها يعني بايدينا. انا مش مجامله له ولا مجامله للخطيب، ربنا يشفيه ان شاء الله. يبقى زي الفل ان شاء الله. اقول لهم كفايه خلاص، او اقول لهم اطلعوا حوالين الملعب، كل واحد بكورته ياخد كورته يلف حوالين الملعب، حوالين الملعب يجروا بالكره وهم كانوا لسه صغيرين. ايام الانجربيت 67 صح 69 70 كانوا هم والمرحوم حسن درويش بياخدوا الكره وبيلفوا حوالين الملعب بالكوره. كابتن فتحي هل الناس دي ما يكونش لها حق يكون عندهم اتحاد محترم باداره محترمه باداره فاهمه بناس عارفه الاصول ايه؟ لكن لما تيجي تخطط وتيجي تنظم وتيجي تعمل الكلام ده كله يقول لك لا ده انت مش عارف ايه وانت ايه وانت ايه وانت ايه. لكن الواحد الامل موجود في هذه البلد طول فاروق جعفر وكل مجموعه فاروق وكل النماذج المشرفه اللي زيه قادرين انهم يطلعوا لنا ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يوفقك ان شاء الله. قطع. بشكرك كابتن فتحي نصير. بناخد محمد لانه منتظر معانا بقاله وقت، ويا ريت نقدر نصلي على الايقاع شويه، يعني تبقى المكالمه سريعه. محمد من المنصوره، عشان لو نقدر ناخد 4 5 مكالمات في 30 ثانيه كده. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال للكابتن فاروق جعفر. اتفضل يا محمد. اتفضل. سؤالين بس يعني، ما لو هو رئيس مجلس اداره اتحاد الكوره ياخد القرار ايه في ماتش المصري والاهلي، ولو هو مدير فني او لاعب المصري هل يجرؤ يلعب في مصر الايام دي فقط لا غير؟ ذكي يا استاذ محمد. ماشي تمام. ناخد اللي بعده سريعا. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر بعد اذنكم، معلش. واحنا يعني مدينا مساحه كويسه النهارده واحنا متجاوزين ميعادنا، وانا بحبش ده الحقيقه لانه بنبقى بس النهارده الامر استثنائي. لا وعشانك، والامر استثنائي لوجود الكابتن فاروق جعفر. حقيقه يعني هو يستحق 3 4 ساعات، انما انا مزود عن ميعادي الاصلي. هنحاول بقى نقف عند نجاوب على الاسئله الاول. نجاوب على الاسئله. لو رئيس الاتحاد تعمل ايه؟ انا لو رئيس اتحاد اكون ذكي جدا وما اهربش، واخد الملف بحاله كده. وانا اول واحد قلت في مصر على فكره، سيبك بقى كل الكلام ده اللي اتقال بعديه، الملف ده يروح على الفيفا، ياخد ان ده حدث لم يحدث في تاريخ مصر ولا في تاريخ الكره العربيه، ان في قتلى. وانا برضك مش هظلم شعب بورسعيد، انا بقول في فرق بين جماهير بورسعيد والجماهير المندسه اللي جوه بورسعيد، جماهير المصري، وفرق بين شعب بورسعيد. شعب بورسعيد شعب مخلص، شعب مصري، شعب بيحب البلد، شعب ضحى عشان البلد، احنا معاه ولا نشكك فيه لحظه. ولكن اخد الملف بتاعه بكله، بتاع الاهلي والزمالك، بتاع الاهلي والمصري، ويروح الفيفا. لكن انا عايز اقول حاجه، ما ننساش ابدا ان كان في استاد بورسعيد 76 قتيل، عمرها ما حصلت في تاريخ الكوره. 96 طفل او شاب صغير رايح وخارج من عند امه وابوه وعارفين انهم محضرين له غداه ولا حمامه ولا عشاه، وبعدين ما يرجعش. ما ننساش دي ابدا. لا اله الا الله. ان كل واحد فقد ابنه شهيد، نحتسبهم ان شاء الله عند ربنا شهداء ان شاء الله. ولكن لازم في قصاص.
لازم في قصاص، لازم في قصاص. محمد من بورسعيد كان بيقول على جزئيه انه تفتكر مصر هيبقى قادر لو راح لعب في اي حته هتبقى الامر سهل بالنسبه له؟ انا ليا وجهه نظر بسيطه جدا. انت قلت نقطه مهمه جدا، ما نستعجلش قرارات ولا احنا نستنى. انا نفسي الاتحاد المصري ما ياخدش، ما فيش اتحاد مصري اللي قائمين على الكوره دلوقتي في مصر ما ياخدوش اي قرار وياخدوا الملف يودوه الكاف، والكاف زي مجلس الامن. مجلس الامن لما بيجي يحكم شيلوا معمر القذافي، العالم كله بيبقى مع مجلس الامن، هنشيلوا معمر القذافي. شيلوا علي عبد الله صالح، العالم كله بقى مع مجلس الامن، يشيلوا علي عبد الله صالح. احنا هناخد الملف ده نوديه الفيفا، هيقولوا ايه الفيفا واحنا اللي هيقولوا الفيفا احنا معاه. المصريين مش هيقبلوا الحكم المصري، ولكن هيقبلوا الحكم اللي جاي من اوروبا. فخلينا نوديه للاسطى الكبير بتاع الكره في العالم، الفيفا هو اللي يدينا القرار. حد مصطفى من بني سويف كان بيقول لك انه كان بيشعر في بعض الاوقات ان اتحاد الكره ورا الحاجات اللي بتحصل في المدرجات عشان يشغل الناس. بايه؟ شماريخ مش عارف ايه. لا، يشغل الناس بايه؟ طب انت مع فكره انه اتحاد الكره هو كان وراء ان اي حاجه بتحصل في المدرجات؟ اتحاد الكره الخلافات الاخيره اللي كانت يمكن نقله الصوره دي على ما كان يحدث في الحياه العاديه، ان كان يقول لك كل يوم طلع لهم مشكله عشان ينشغلوا ما يتكلموش. وده خطا تتحمله لجنه المسابقات. لجنه المسابقات كان على اقل شيء بتدي غرامات وعقوبات ونقل مباريات من غير جماهير وبتاع. الكره فيها كل اللي كان بيحدث قبل مباراه بورسعيد والاهلي كان بيحدث في الكره في العالم. ولكن المشكله الكبيره هي الخلافات الكثيره اللي كانت موجوده داخل اتحاد الكره قبل احداث الاهلي وبورسعيد، هي اللي قضت على الموضوع. لكن احنا مش عايزين نقول ان في ايادي خفيه من جوه الاتحاد عملت كده، لا، الكلام ده غير منطقي. لا، ده بيقول عموما، مش على الواقعه دي تحديدا. هو بيتكلم عموما على قصه الشماريخ، ولو كان في طبعا يعني انا بطرح لك سؤال انه وجه ليك انت، هو السؤال وجه ليك انت بس. انا طبعا لا، يعني مش يعني انا في رايي لا، يعني ما اظنش هيبقى في شيء من الظلم. ما احنا بنشوف الكره الاوروبيه، البطوله الاوروبيه في ايطاليا، في هولندا، في انجلترا، في الشماريخ والكلام ده كله موجود. في الكره بتاعت امريكا اللاتينيه كل الكلام ده موجود. ولكن احنا افتقدنا لحاجه ثانيه خالص، ان احنا روحنا غاليه. احنا مش زي الناس اللي في العالم، احنا بنحب الناس، بتخاف على بعض. الناس المصريين طيبين، عشان ده الواحد ممكن لما بيشوف حادثه ولا بتاع بيغمى عليه. انت بره بتشوف في امريكا ولا بتشوف في اوروبا الواحد ميت في الشارع، الناس ما بتعبرهوش. بس عندهم حاجه مهمه مش عندنا. لو في حد بيتعرض لحادثه زي دي الدنيا تتقلب. كويس، انا ما اختلفتش احنا عايزين معاك. بقى عايزين نخلي دم الناس غالي. ما انا بقول بقى، انا وتتقلب عشان كده انا بقول لك مش 74. في نقطه مهمه جدا. انا مبدا الدم هو اخطر ما في الموضوع. احنا النهارده مش العمليه ان انت النهارده ان في ولاد اتقتلت او ولاد راحت ضحيه مباراه. لا، انا بتكلم ان احنا مش متعودين على كده. هي الفجعه الكبيره ان احنا مش متعودين على كده. احنا شعب طيب، شعب مسالم، ملوش في العمليه دي. الشعب المصري، انا راجل ما بقدرش اقف قدام خروف يتذبح. يعني انا شخصيا ما اقدرش اقف قدام خروف يتذبح. النهارده لما اشوف 76 ولد ميتين ولا مشنوقين ولا مرميين من فوق، ولا مهما كان قلبي ومهما كانت قوتي، ما انا في الاخر اب. ازاي يعني ما الواحد ما عندوش القوه ولا يعني؟ لا، حرام. يعني انا من وجهه نظري اللي حصل في بورسعيد لازم فيه قصاص، ولازم فيه عدل، ولازم الشق الجنائي ياخد وقته، وياخد والولاد دولت اللي عملوا كده لازم ياخدوا الحكم اللي يستحقوه، اللي كان حتى لو كان في اللي وصل للاعدام ما فيش مشكله. لكن لازم يبقى فيه اعتبارات، لازم يبقى فيه اعتبارات موجوده ان احنا اللي بيغلط لازم يحاسب. احنا في فتره اللي احنا عايشين فيها اللي بيغلط ما بيتحاسبش. خلينا نتكلم بصراحه، اللي بيغلط ما يتحاسبش، اللي بيغلط بيهرب ومفيش حد بيقول الحقيقه. النهارده نفسي كلنا دلوقتي بنبرأ نفسنا، كل واحد يقول لك البلطجيه. ما احنا كلنا مش بلطجيه، امال مين البلطجيه اللي بيعملوا كده؟ كلنا بنقول احنا مش بلطجيه، كلنا بنقول احنا مش حراميه، كلنا احنا مش بنقول قطاع طرق، ومش كلنا مش بنغتصب الناس. امال مين اللي بيعمل كده؟ ما احنا كلنا بنبرأ نفسنا على الداخليه وعلى الحكومه وعلى مجلس الشعب ان هو يدير هذه المنظومه بشكل محترم وبشكل فيه شيء من السريه، شيء من القوه ومن الصرامه، ان هو يقدر يوقف كل واحد عند حده ويعيش الشعب ده. احنا جايبين الناس دي ليه؟ عشان تعيش الشعب في استقرار وفي امان، وكل واحد عارف ان هو راجع بيته، ان هو خارج وراجع بيته في النهايه، وان ابنه خارج وراجع بيته، وانه لما تسيب مراتك في البيت لوحديها ما حدش هيعتدي عليها، ما حدش هيسرقها، ما حدش هيقتلها. سبت استاذن ليه؟
شفت خدتك في حته بعيده ازاي؟ سبت استاد النيل ليه؟ يعني انا كنت مبسوط وانا بشتغل في التلفزيون المصري، ده مكاني، ورحت قنوات كتير لكن التلفزيون المصري مكاني. لكن اما مشي الوزير اسامه هيكل، كل الاتفاق اللي كان بيني وبين استاد النيل او بيني وبين المسؤولين في استاد النيل، على المسؤولين في التلفزيون المصري، للاسف ودي طبيعه المصري، اما بيمشي المسؤول بيتغير الكلام. بيتغير الكلام. زي ما كنا مش عارف في كلام بالليل ايه يطلع عليه النهار ايه، كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح. ده ما حدث في التلفزيون المصري. لكن انا كنت مبسوط انا في التلفزيون المصري. ده ابننا، دخلنا طبعا، ده ابننا ده. والتلفزيون المصري بقول ده والبرنامج ده ما تنساش انا وانت شقينا فيه. البرنامج ده احنا اشتغلناه بما يرضي ربنا، عملنا اللي بيقولوا بيشتغلوا اخواتنا وحبايبنا وزمايلنا، فوق دماغنا، زمايلنا وفوق دماغنا كمان. لكن في فرق. ده ابننا ده. بتشتغل، انا بقول ده ابني بالظبط. انت ما تنساش ان احنا لما كنا بنعمل الديكور قعدنا لغايه الساعه 4 الفجر انا وانت ومحسن احمد. الله يمسيه وأسامة بالخير بقى، الشيخ. دكتور محسن احمد، ما ننساش، مش عايزين نقول الحاج احمد عبد الرحمن، والحاج احمد عبد الرحمن هو سامعنا دلوقتي، والحاج احمد، مش عايزين ننسى ابدا. ده ابني ده. عارف الحاله الوحيده انا كنت قايل ان انا طالع من الاهلي ومش هشتغل استاذ تحليليه. الحاله الوحيده اللي كان ممكن اخالف فيها القرار اللي انا الزمت بيه نفسي ده ان اروح اشتغل استاد النيل. قعدنا نتفاوض شهرين. انا بحكي القصه دي لاول مره. استاد النيل قعدنا نفاوض شهرين، فبلغتني جمله ان واحد جوه بيقول ده لو دخل على جثتي. قلت لهم على جثته؟ لا 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 لا, لا على جثته ولا على. طب ليه هتتعب نفسك؟ طالما هتروح مكان الناس مش عارفه فيها قدرك وامكانياتك وكفاءتك، ايه اللي هيوديك؟ كتير قوي يعرفوا قوتك وقدراتك. بس ربنا دايما يخليه البرنامج المحترم الجميل اللي لم كل جمهور الكرة في مصر حوالين حاجة علمت اللي حواليها. مش عايزين يعني الناس تتضايق من الجملة دي، كانت ملهمة في حاجات كتير للناس اللي حواليها. فكرة انك انت النهارده تجيب الضيف لاهلي والزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد والى اخره، الفكره كانت ملهمه في حاجات كتير قوي. انا في غنى طبعا ان اتكلم عنها، بس دايما بقول استاد النيل ده تجربتي، تجربه عمري الحقيقيه، بعتبره زي ابني بالظبط. وانت كنت واحد من شركاء هذا العمل الجميل. والله احنا يمكن انا يعني استاد النيل بعد ظروف مر بيها قبل كده، وجيت انا وانت 2008 لو تفتكر، وجينا هنا المدينه واشتغلنا وقعدنا نشرف على الديكور بالليل انا وانت لغايه الساعه 4 الفجر، وطلعنا تاني يوم كان بطوله الامم تقريبا، كاس الامم 20 مش كده 20 يناير واتقابلنا بعديها الساعه 4 الظهر، وروحنا كنا مروحين الساعه 4 بالليل لو تفتكر، واتقابلنا الساعه 4 الظهر. لكن وعلى فكره عايز اقول حاجه، استاد النيل كنا بنجيب فيه فلوس كتير جدا، وكان الامور كلها جميله جدا. تمنياتنا ان شاء الله لزمايلنا وحبايبنا واخواتنا في استاد النيل بالتوفيق ان شاء الله، وكل المسؤولين على التلفزيون المصري ان شاء الله بالتوفيق. واحنا الاستاد ده زي ما قال الاستاذ خالد ده بيتنا واخونا الصغير، واحنا شقينا فيه وتعبنا فيه، ان شاء الله ربنا يوفق الاخوه ويكملوا المشوار ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك. وانا تحت امرك يا كابتن خالد. حقيقي بجد بشكرك، واسعدتني النهارده بوجودك معي، لان انا فعلا بقالي فتره كتير ما شفتكش. وانت وحشتني، وانا مبسوط ان انا قابلتك يعني. ربنا يخليك. الف شكر ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك، واسعدت الجمهور اللي شافنا النهارده. الف شكر كابتن فاروق عفو. ربنا يحفظك. كل الشكر ليكم. البدايه يوم السبت، عوده من جديد مع اول السطر. تصبحوا على خير.